الوزارة كيف ما جا في البلاغ الأول ديالها مباشرة بعد يعني ما تخبرات بأنه كيتم الترويج لواحد الموضوع على بعض المواقع الاجتماعية كيخص مادة الرياضيات شعبة العلوم التجريبية شعبة العلوم والتكنولوجيات. بادرت أولا لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح التحقيق في هذا الخبر هذا، وثانيا ربطت الاتصال بجميع المراكز الامتحان وجميع السلطات المعنية من أجل يعني ضمان مواصلة الاختبارات البكالورية في ظروف عادية. وبعد ما تأكدت من أنه بالفعل هذاك يعني الامتحان اللي كان تم نشر ديالو في بعض المواقع الاجتماعية قبل انطلاق اختبار مادة الرياضيات بالنسبة لشعب العلوم التجريبية والعلوم والتكنولوجيات، تم النشر ديالو قبل الساعة 8، يعني قبل من انطلاق الاختبار لهذه المادة هذه. فهي قررت إعادة اجتياز هذا الاختبار بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين ديال شعبة العلوم التجريبية وبجميع المسالك ديالها وشعبة العلوم والتكنولوجيا بجميع المسالك ديالها، وذلك يوم الجمعة 12 يونيو من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 11 صباحا بنفس مراكز الامتحان وبنفس الاستدعاءات اللي سبق المترشحات والمترشحين توصلوا بها يعني بالنسبة للدورة العادية. والوزارة كتستغل هذه الفرصة باش كتدعو جميع المترشحات والمترشحين المعنيين باش يتقدموا لمراكز الامتحان يوم الجمعة من الساعة 8 إلى الساعة 11 صباحا لاجتياز هذا الاختبار، مسحوبين بالاستدعاءات ديالهم اللي سبق لهم توصلوا بها بالنسبة للدورة